هنعمل كحك العيد وهنقول سر قوامه الناعم والطعم المظبوط. كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. انا هنا مضاعفة الكمية. هننخل الدقيق وهنحط عليه معلقتين سكر، نص معلقة خميرة، ومعلقتين سمسم، ومعلقة ريحة كحك، رشة ملح. هنقلب المكونات الجافة مع بعض، و500 جرام سمنة مسيحاها على النار وهنزل بيها على الدقيق وهقلبها بالمعلقة كويس عشان هي بس سخنة شوية، وبعد كده هعجنها بإيدي. هنا انا ببستها بايدي او بقلبها بايدي لحد ما تنعم معايا، وضفت عليهم كوبايه ميه وبقلب لحد ما تشرب الميه، بس هي الميه متصورتش وانا بحطها لحد ما يبقى قوامها زي كده، ونبدا نشكلها. انا حشيتها بملبن وعجوه وسبت شويه ساده، ومقادير الحشوه الملبن والعجوه مكتوبين تحت الفيديو. سويها على درجه حراره 200 على حسب الفرن اللي عندك لحد ما بياخد لون من تحت ومن فوق، وبطلعه وبسيبه يبرد خالص براحته، وبعد كده برش عليه سكر بودرة على الوش وطالع ناعم زي الجاهز. ان شاء الله تعجبكم الطريقة، وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش اللايك والاشتراك.